لو بتحبوا الأكلات الجديدة يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة. أسرع وأسهل وأحلى غدا هتعملوه في تلت ساعة بس، وأوعدكم هتعتمدوه على طول. أول حاجة في وصفتنا النهاردة، في الحلة على النار حطيت زيت، وكمان هضيف نص كيلو تقريبا من اللحمة المفرومة. طبعا الكميات دي ممكن نزود أو نقلل حسب ما نحب. هبدأ كده أقلب اللحمة على نار عالية عادي لحد ما لونها يبدأ يغير. زي ما انتوا شايفين كده اللحمة هتبدأ تاخد اللون التاني. هو ده اللي انا عايزاه. هديها كده تقليبه وبعد كده هضيف باقي الاضافات. انا هضيف النهارده بصلايه متوسطه، طبعا ممكن نضيف بصلايه كبيره لو حابين. هضيف كمان ملح وفلفل وكمون، بس مش هزود اضافات تانية او توابل تانية. وخلوا بالكم كمان ما تزودوش قوي في الملح عشان لسه في صوصات تانية هنضيفها. هنديهم كده تقليبه لحد ما البصل يغير لونه. انا عايزه البصل ياخد لون ذهبي، وبعد كده هضيف عليهم معلقه من الثوم. ولو بتحبوا الجنزبيل برضو ضيفوا جنزبيل مع التوم، بيطلع حلو قوي. بس انا هكتفي بالتوم النهارده. هضيف كده التوم واقلبه كده تقليبه مع كل المكونات، وبعد كده انا عايزه اللحمه تدخل في السوا. هضيف عليها ربع كوبايه من الميه السخنه، وهسيبها لحد ما تبقى تقريبا 3/4 سوا. هنا انا محضره كرنب احمر وابيض وكيلو جزر. طبعا ممكن نزود او نشيل اي خضار تاني بتحبوه. هضيف كل الخضار. هو في الاول هيبان ان هو كتير شوية، بس ما تقلقوش حجمه بيقل جدا. هبدأ اقلبه مع اللحمة المفرومة والبصل والثوم. عايزة اقول لكم ريحته هنا بتبقى حلوة جدا. اكلة دي خطيرة يا جماعة بجد، لازم تجربوها. هديهم كده تقليبة وبعد كده هسيبهم لحد ما حجمهم يقل، وهنضيف كمان الصوصات. تلت كوباية من الصويا صوص الفاتح، بحب استخدم الفاتح. وكمان هضيف عليهم ربع كوباية من الاويستر صوص. ده موجود ومتوفر في كل السوبر ماركت. كده خلاص الصوصات بتاعتنا جهزت. هبدأ اقلب بقى الخضار مع اللحمة المفرومة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده مديهم تقليبة. انا ممكن هنا في الخطوة دي اسيبهم دقيقتين وهقفل النار واقدم الوصفة. لو انتوا بتحبوا الخضار يبقى كرانشي شوية. لو حابين الخضار يبقى طري جدا ومش باين مع اللحمة المفرومة، استنوا عليها شوية. زي ما انتوا شايفين كده الخضار بدأ يقل، وكمان بدأ يبقى طري شوية. بس على فكرة بيطلع حلو قوي لما يكون كرانشي، بيبقى زي الاكل الصيني بالظبط، مش هتفرقوه. بحب اضيف كده رشة صغيرة من الفلفل الحار، برضو ده اختياري. لو مش حابين خلاص ممكن كمان نضيف سيراتشا لو بتحبوها. هديهم برضو تقليبة تانية، وبعد كده خلاص آخر حاجة هنبدأ نضيفها هي السمسم. سمسم على الوش، وممكن كمان حبة البركة. ووصفتنا كده جاهزة تتقدم. خطيرة يا جماعة، أخدت تلت ساعة وسهلة جدا وطعمها يجنن. قدمتها مع رز بسمتي، وممكن كمان رز أبيض عادي، بتطلع تحفة. لازم تجربوها ومتأكدة هتحبوها وهتعجبكم. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو.